السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الكيك القمر ده. عايزة اسميه بقى السهل الممتنع. الكيك اللي لو في اي ظرف وتحت اي ظرف عملتيه هيطلع معاكي مظبوط جدا، وهتعتمد الطريقة دي دايما في كل مناسبة عندك. عايزة اقول لكم كيك طري جدا وهش جدا وحلو قوي 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 قوي. وهيظبط معاكي بأي مقادير انت هتستخدميها، وداعا بقى لفشل الكيك. بصي، عايزة اقولك اختي، كل المقادير اللي كنتي بتعتمديها في وصفات الكيك ايا كان، الطريقة دي هي احب طريقة انت هتعمليها. هقولك على المقادير وبعد كده ابتدي اقولك على اللي انا عايزة اكلمك فيه. اول حاجة انا عمالة اشاور بايدي، عايزة اقولك ان هو من غير حاجات كتيرة جدا، وعايزة اقولك ان كل المقادير هيطلع مظبوط. وعايزة اقولك ان ده اصلا ما كانش وقت ان انا اصور فيه فيديو، يعني كان حوالي الساعة 4 وكنت وحقيقي كنت عايزة انام، بس اتطلبت مني فجأة، فاللي هو خلاص لازم اعملها، فكنت بعملها وانا نايمة. فبصي بقى، انت صاحية كارهة نفسك، مش فاكرة المقادير مظبوطة، عمالة بتعكي وتلخبطي، وهتشوفي اللخبطة والعك في الفيديو ده كتير قوي. بصي، انا جبت حوالي كوباية الا ربع من السكر، حطيت عليها بيضتين، وممكن تعمليها ببيضة واحدة وممكن تعمليها بأربع بيضات لو انت حابة تعززيها شوية وتعلي من القيمة الغذائية بتاعتها. حطيت حوالي بيضتين، انا حطيت بيضتين مش حوالي بيضتين. وحطيت عندي ذرة من الفانيليا، وحطيت عندي شوية صغننين قوي كده من الملح، عشان الملح بيعزز الطعم وبيدي تيست حلوة قوي مع السكر. ضربتهم كويس قوي بالمضرب لحد ما لونهم فتح كده معايا. عايزة اقولك مش شرط تضربي بالمضرب، انتي ممكن تستخدمي الهاند بلندر، ما عندكيش لا ده ولا ده. ممكن تستخدمي الاسباتيولا، ما عندناش اسباتيولا. ممكن نستخدم الخلاط، ما عندناش خلاط، الخلاط مكسور فيه مشكلة. بصي، عايزه اقول لك اختي هتنفع معاكي بكل الطرق. مضرب يدوي برضو هيبقى حلو قوي، وما تقوليليش ما عنديش مضرب يدوي، مفيش حد ما عندوش مضرب يدوي. بعد كده انا كنت عندي ناسيه اللبن خالص، يعني شوفي درجه ايه. ولما حطيت اللبن معيرتش مقادير، انا حطيت اللبن كده من الحل على طول، معيرتش مقادير تماما، حطيته على طول. بس انا الحمد لله المقادير طلعت مظبوطه. ليه؟ لان الكيك ده ما بيبص، تجيله يمين بقى تجيله شمال، هو هيطلع معاكي مظبوط. بس هقولك عامة على المقادير بالظبط للناس اللي عايزة تعرف المقادير بالظبط. كوباية الا ربع من السكر، عليهم بيضتين، عليهم ذرة من الفانيليا، عليهم شوية صغيرين قوي من الملح، كمان عليهم كوباية من اللبن. وعايزة اقولك الكوباية اللي انتي بتعايري بيها اللبن هي اللي انتي بتعايري بيها السميد، هي اللي انتي بتعايري بيها الدقيق. بتجيبي عندك كوباية من الدقيق وكوباية من السميد، وبتنخليهم عندك كويس قوي. ليه بقى؟ عشان الدقيق كل ما نخلتيه كل ما اداكي نتيجة حلوة جدا. عفوا. بعد كده هتحطي حوالي 4 معالق من جوزة الهند. جوزة الهند دي يعني حاجة مش إجباري، هي اختياري، زي ما انتي حابة، حابة تحطيها حطي، مش حابة تحطيها خلاص. احنا عامة بنحبها في الأكل مش بنكرهها، فبحط منها عادي. حطيت منها وقت التزيين، وحطيت منها وانا بعملها، وحطيت باكت من البيكنج باودر. واهم حاجة، اهم حاجة في اي كيك هتعمليه، ان انتي تحطي ذرة صغيرة قوي من البيكنج صودا او الكربوناتو، لان دي عايزه اقول لك مفيش اي اختلاف. الكربوناتو هي البيكنج صودا، بس هم عملوا ايه بقى؟ شيكوها شويه وبقوا يخلوها في باكت زي البودر والكيك شيف والحاجات دي، بس هيها والله واحد. فعشان لو رحتي للعطار وقالك هي دي صدق ان هي دي. بصوا، كنت ناسي احط الزيت، هو في حد بيحط الزيت بعد الدقيق وبعد كمان السميد؟ والله ما فعلا انا صراحه، بس انا كنت نايمه حقيقي وانا بعمل الفيديو ده. آه، نسيت خالص احط المادة الدهنية بتاعتي، اللي هي لازم تتحط في البداية مع المكونات الجافة، لازم تحطيه مع الدقيق والبيض والسكر والكلام ده كله. حطيت عندي كوباية الا ربع من الزيت. عايزة اقولك حطيتي نص كوباية هتمشي، حطيتي ربع كوباية برضو هتمشي. نسيتي زي تحطي خالص؟ لا بقى، دي هتبقى اوفر شوية. ممكن تحطي حاجة بسيطة قوي. عايزة تعمليها بالسمنة او بالزبدة، فبرضو انت ممكن تعملي الكلام ده. بس انت لازم تحطي على اي معجنات، تحطي زيت حتى لو هتعدلي فيه
نص زيت ونص سمنة او نص زيت ونص زبدة، تخليهم متنصصين كده. جبت عندي الصينية بتاعتي، وانا جبت صينية كبيرة شوية عشان كنت عايزاها تقطع معايا اكبر عدد من قطع الكيك. انتي لو عايزاها بسمك مرتفع عن كده بتجيبي صينية اقل من دي. انا صراحة لما بحط الدقيق بتاع تبطين الصينية عندي بعمل ايه بقى، بحط على القد بالظبط، محبش ابقى اوفر قوي واحط كميه كبيره قوي واقعد انفضها كده وارميها زي ما الناس بتعمل. لا، انتي حطي، لان الخامات والحاجات فعلا بقت غاليه نار. فانتي خدي بالك قوي انك ما تهدريش في حاجات كتير، وتبقي دايما بتعملي الحاجه على القد. تمام. اعملي كده زي ما انا ما هعمل. انا كنت بحلف العجان، عايزه اقول له خلاص انت فيك حاجه ولا فضيت كده يعني. بتفضي الكمية كلها عندك في الصينية بتاعتك وتديها خبطتين تلاتة عشان تطلع أي هوا فيها في العجينة نفسها. وبكون مسخنة الفرن عندي من قبل ما أدخلها في الفرن. والله 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 الكيك ده من السهل الممتنع، من أسهل وصفات الكيك اللي هتعمليها في حياتك. هنا بقى أنا كنت بمسح في المضرب، عمالة بقى كده اكلم نفسي اقول هو في حد بيعمل كيك الساعة 4؟ هو في كيك بيتحط فيه الزيت متأخر؟ هو والله ربنا يستر عليها بقى. بس انا عارفة وواثقة ومتأكدة ان الكيك ده ما شاء الله بيطلع ناجح. بس كنت بستغرب نفسي قد ايه انا كنت مستقلية بيه قوي. للناس اللي عندها الرعب حقيقي فعلا، لان انا كنت واحدة منكم في يوم من الايام، بيبقى عندنا رعب قوي من اعمال الكيك، او لما حد يطلب مني كيك ببقى مرعوبة. ليه؟ اوقات بيطلع صفتان، اوقات بيطلع مش هش من جوه، اوقات بيطلع مكتوم وتقيل، اوقات بيطلع لونه مش حلو من جوه وبيبقى غامق. فده بيبقى نتيجة عوامل كتيرة قوي. عايزة اقولك الوصفة دي هتخليكي تستغني عن اي طريقة تانية، وهتعتمديها عندك في كل مناسبة. جبت عندي خلة سنان وعملت فجوات كتير قوي في الكيك عندي بحيث يشرب الشربات كله. واكدي كمان على الاطراف عشان ما تبقاش ناشفة معاكي وتشرب الشربات. السيرب بتاعي اللي انا عملته عبارة عن كوباية ونص من السكر عليهم كوباية ونص من المية. حطيتهم على النار، واول ما يبتدوا يغلوا حطيت عليهم قرصة، مش عصرة نص ليمونة كاملة، قرصة نص ليمونة، عشان ما يبقاش طعم الليمون يعني لاذع قوي وطعمه مش حلو. بنستغرب الحلويات الشرقي بيبقى دايما مش باين فيها الليمون، لان هما بيحطوا حاجة بسيطة قوي من الليمون او من ملح الليمون، وبيحطوا عسل الجلوكوز. انتي ممكن تحطي معلقة معاه وهو بيغلي. عايزة اقول لكم المقادير دي خدت كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، قرصة نص ليمونة. واول ما بيبتدي يغلي الشربات بهدي النار وبحط نص الليمونة دي، وبسيبه عندي يغلي لمدة 8 دقايق بالظبط. وبعد كده بنزله من على النار. بعمل السيرب عندي قبل ما احط الكيك في الفرن. بعمله عندي عشان يبقى فاتر او زي دمع العين كده، بحيث يطلع الكيك سخن وهو اسقيه بيها على طول وهي تشرب الشربات بتاعها كله. تمام. هي خدت كمية السكر عندي قل شوية بس، وعايزة اقول لكم حطيتهم برضو يعني بعد ما شربته بقت هادية وشربت كل اللي في الصينية، رحت حاطة برضو باقي السيرب عندي. زينتها برضو بشوية من جوز الهند. وزي ما قلتلك حابة تحطي حطي، مش حابة خلاص ده اختياري. الكيك ده انت ممكن تسقيه عصير مانجا، ممكن تسقيه عصير برتقال، زي ما انت حابة. والله ما هيقولك لا على اي حاجة. لو مش حابة تحطي في العجينة جوز الهند وهتكتفي بالوش بس ماشي، حابة العكس برضو ماشي. بس احنا عشان بنحبه انا حطيته في الاتنين. تمام. كنت خلاص قطعتها. عايزة اقول لكم ما خدتش معايا يعني بالظبط كده غير حوالي 50 دقيقة تحضير الشربات وتحضير الكيك، يعني بتاع حوالي عايزة اقول لكم 10 دقايق اللي هما اللي انا عملت فيهم الكيك والشربات. والأربعين دقيقة اللي خدهم الكيك في الفرن. اكتر من كده ما اخدش حاجة. وانتي طبعا الأربعين دقيقة متبقيش قاعدة جنبها. وبصي بقى التقطيع زي ما انتي عايزة تكبري القطعة اكبر من كده اعملي كده، يعني خلي كل قطعتين. بشوف ناس بتعمل قطع كبيرة قوي، فالطفل او الشخص اللي انتي هتحطيها له اكيد مش هياكل الكم ده كله.
فأنا باقطّعها قطع متوسطة. تمام، أنتِ لو عايزة الحجم بتاع الكيك نفسه أعلى من كده، حطّيها في صينية صغيّرة شوية. طَب أعمل إيه لو الكيك عندي بيطلع من جنب ومن الجنب التاني بيبقى هبطان؟ بخلة السنان كده أو بسكينة أو بالأعواد الخشبية روحي وتعالي في الصينية وخلّي سِن الخشبة دي تلمس قعر الصينية من تحت، أو أعواد الشيش عندِك خلّيها تلمس قعر الصينية بحيث ما تطلعش معاكِ قابة من جنب وجنب لأ. بُصّوا الكيك ما شاء الله كان هش وحلو جدًا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.